بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. خلونا قبل اي حاجه وقبل ما نخش في التفاصيل نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده في حلقه نقاشيه مختلفه من قهوه فايق. كابتننا الكبير كابتن محسن صالح، عضو اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري لكره القدم. كابتن محسن اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ابراهيم، منور الدنيا كلها. اشكرك حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ونجم مصر ونجم النادي الاهلي واخر مدير فني فاز معاه منتخبنا الوطني في 2013 بكأس الامم الافريقيه للشباب، كابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. بشكرك واهلا وسهلا، سعيد جدا مع حضرتك النهارده مع اخواني النجوم الكبار. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اضافه لينا اكيد كابتن ربيع ياسين ونجومنا ملوك التحليل كابتن محمود فايز. يا كابتن فايز مساء الجمال. مساء الفل عليك يا ابراهيم، شرف ليا النهارده طبعا كابتن محسن وكابتن ربيع، وطبعا بطلق دايما مع احمد عز. عزيزو ملك التحليل يا ابو حميد مساء الجمال. مساء الفل. اخبارك يا صديقي العزيز؟ كله تمام الحمد لله يا رب دايما. طيب النهارده بس كده خلينا ناخد عنوان سريع قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا. الزمالك النهارده كان بيلاعب ديكاداها، فاز بهدف دون مقابل. المباراه في حد ذاتها مباراه عاديه، الزمالك كده الموضوع كان خلصان من الماتش اللي فات. سيف الجزيري بيسجل 7-0 النتيجه اجماليها ذهابا وايابا، كلا اللقاءين اتلعبوا في مصر. بس الحقيقه حصل حاجه في المباراه بشوفها واحده من الامور اللي يعني لازم يتوقف عندها. المباراه كان فيها احداث ساخنه لها علاقه بجمهور الزمالك نفسه. جمهور الزمالك كان بيهتف ضد محمد سيد من البدايه لاسباب ليها علاقه بانه اللعيب ما جددش، يعني لحد اللحظه ديت هو ما جددش. كل ده برضو يعني تمام، يعني ده بيحصل في الكوره وده طبيعي. الغريب بقى بالنسبه لي هو اللي حصل لما جت ضربه جزاء لنادي الزمالك، فالراجل فيريرا يختار الراجل اللي عمال الناس تنتقد وجوده مش لاسباب ليها علاقه بالاداء الفني، يعني هو مش اداؤه فني وحش، لا، هي الناس واخده منه موقف لان هي حاسه ان هو مش عايز يجدد عشان عايز يروح للغريم من المنافس التقليدي. هو الجمهور حاسس كده، السنسور بتاعه كده، جمهور الزمالك في المدرجات على فكره، مش في البيت بس، يعني في المدرجات. فقوم الراجل يختار ويلعب ضربه الجزاء فيضيع ضربه الجزاء، فتتقلب الامور كمان راسا على عقب. وانا الحقيقه مش واقف برضه عند الحته دي، انا واقف بقى عند اللي بعدها، انه فيريرا في المؤتمر الصحفي بيدافع عن محمد السيد وبيقول انا استغربت من الناس اللي بتنتقد او بتهاجم اللعيب، ده مش انتقاد ده هجوم، انتقد اللعيب في المدرجات وهو عنده 19 سنه. ففهمت ده من الدكه، فلما فهموني ده حبيت ان انا ادعمه. الكلمه دي في حد ذاتها جنايه في التوقيت ده، يعني الجمله دي في السياق بتاعها دي جنايه، قال لك فحبيت ادعمه فخليته يلعب ضربه الجزاء. اختلافي هنا في نقطه اصيله، هو انت بتدعمه ضد مين؟ انا افهم ان انا كمدير فني ادعم لاعب هو ينتقد على سوء المستوى، فهو عنده مشكله في سوء المستوى فانت بتدعمه فبتقول له العب ضربه الجزاء دي عشان يكتسب ثقه. لكن الحقيقه انه مش كده، هو انت بتدعمه علشان خاطر ايه؟ ده الجمهور واخد منه موقف عشان هو مش عايز يجدد، علشان هم حاسين انه ممكن يروح للنادي الاهلي. فانت بتدعمه ضد جمهورك اللي موجود في الملعب اللي متضايق من الدقيقه الاولى. يعني انا مش قادر افهمها. مين اللي فهمك ان ده صح؟ مين اللي فهمك ان ده طبيعي؟ اديك خسرت كل حاجه، اديك بتصريحاتك ديت بقى عندك مشكله مع الجمهور، وفي نفس الوقت عملت جاب ما بين اللاعب وما بين الجمهور بضربه جزاء ضاعت. دي بس ايه نقطه الحقيقه بشوفها انه لم يكن الراجل موفقا على الاطلاق. التصريح بتاعه اصلا مش موفق، قراره في الملعب مش موفق. هي الناس مش زعلانه منه عشان خاطر هو مستواه وحش ومثلا مش بينتقد من الاعلام مثلا انه مستواه نازل، لا لا لا، ده بينتقد من الجمهور اللي هو جمهورك، اكتر جمهور داعم ليك موجود في المدرجات، انت قلبته عليك. يلا يا باشا، فراح واخد الكل في وشه. على الاقل لازم حد يراجع الراجل في تفكيره شويه في الجزئيه دي. ما اعرفش اذا كان الكباتن حد حابب يعلق فيهم على الجزئيه ديت. طيب اتفضل يا كابتن محمد. يعني احنا كمدربين مرينا بحالات كثيره زي دي. اسوأ حاله نفسيه للاعب عندما يهتف الجمهور ضده. ساعتها بيبقى مش شايف الملعب حرفيا. كل قراراته بتبقى غلط، كل تركيزه واهتمامه في المدرج وماذا يقول الجمهور عنه وكيف يرد او ما هو رد الفعل بالنسبه للاعب. تبص تلاقيه يعني عايز يلعب لعبه كويسه، ترقيصه تتقطع، عايز يعمل تمريره تتقطع، عايز يعمل شوطه تتقطع. فانك انت كمدرب تاخد قرار انك تقف مع اللعيب في التوقيت ده وفي الحاله دي قرار خاطئ 100%، لانك مش هتقدر انك انت تطلع اللعيب من الحاله النفسيه دي الى الحاله النفسيه. مش سوء مستوى او مش باص غلط فانا زعلان منه، هي الفكره ان في موقف لا يقتطع من سياقه، في لعيب الجمهور واخد منه موقف، والجمهور في دماغه قصص ليها علاقه بزيزو واللعيبه اللي بتمشي واللعيبه اللي ما بتجددش واللعيبه اللي بتماطل، ففي موقف انت لازم تحطه بعين الاعتبار، ده جمهورك.
المفروض يكون هو يعني مدرك لخطورة القرار ده، وبالتالي بالعكس ده هو اللاعب لو راح عشان يسجل او ياخد ضربة الجزاء عشان يرضي الجمهور، هو اللي لازم يمنع اللعيب ان هو يروح يشوط، لانه هيضيعها، لانه نفسيا مش مهيأ. صحيح. وبالتالي فقرار المدرب قرار خاطئ، وورط اللاعب في هذا القرار وجعله اكثر تعرض للاساءات من الجماهير. صحيح. حد من الكباتن حابب يعلق؟ هو كان لازم الثلاث اطراف يتعاونوا من اجل اخراج مباراه تليق بمكانه الفريق الكبير. الثلاثه، المدرب في انه عدم اختياره، اللاعب ان هو ما كانش يروح لانه عنده مشاكل مع الجمهور عشان مشيان، الجمهور يعرف دوره، الجمهور دوره تشجيع بس، الجمهور ما يتدخلش، لان ممكن اللعيب ده يقعد بكره او يمشي، ده لسه ما مشيش. فيبقى الثلاثه متعاونين عشان هم جايين بيخرجوا مباراه مسؤوليه لكيان كبير اسمه الزمالك، لازم ننجح فيها كلنا، وسيبوا بقى موضوع ان يجدد ما يجددش، الحاجات دي في مره ثانيه. ده وجهه نظري حاجه؟ يعني حاجه واحده صغيره قوي هي لفتت نظري في القصه دي كلها. ما اعرفش، انا حاسس ان الامور في الزمالك صعبه قوي في كل الاتجاهات. صعب. الحاجه الوحيده اللي مشيت كويس ان الفريق كسب ماتش الذهاب بسكور كويس، وجاي ماتش الاياب يريح اللعيبه الاساسيه ويحضر البدل. ليه نعمل مشكله؟ يعني اقصد كل حاجه صعبه، وما اعتقدش دلوقتي ان في لعيب انا هعرف اتفاوض معاه على تجديد. انا اصلا مش دافع فلوس اللي موجودين، ومش عارف انا هعمل ايه في الفلوس اللي جايه، والاجانب عاملين مشاكل. يبقى طرف قوي. انا زي كاني مختار موضوع فيه طرف قوي، ان انا اروح الملعب انتقد لاعب عنده 19 سنه على عدم تجديد، وبخلق انا لنفسي مشكله مش موجوده. على الجمهور، انت كده بتتكلم على جمهور الزمالك. ماشي، هي دي وجهه نظر ثانيه، دي زاويه ثانيه. انا زاويه ثانيه. انا بالنسبه لي هو ما فيش مشكله. اللاعب ما بيجددش بقاله كتير، ومش هيجدد في الوقت ده لفتره طويله، لان احنا لسه مفيش فلوس، صح؟ ماشي. طيب انا ليه النهارده عملت المشكله دي؟ ليه القصه دي كلها تطلع؟ عشان خاطر هو لاعب. انا فاهم، بس يعني ما يلعب. يعني اقصد انا كجمهور، الحاجه الوحيده اللي ماشيه كويس دلوقتي ان الفرقه كسبت، جابت سكور، ابتدينا نتكلم عن ان احمد حمدي داخل في الفرقه، ابتدينا نتكلم ان في لعيبه خد بالك انا مش مختلف، حتى كمان انا وجهه صح. نظري مش مختلف على ان اللي انت تبدأه 100% اللي انت بدأوا العب يا عم بيه. أو انا كمدير فني بصيت جنبي، بصيت يميني، بصيت شمالي، لقيت ان انا جنبي لعيب كويس عايزه يلعب فلعبته. الجمهور مش راضي، والجمهور بتاع، ما توصلش بقى درجه العناد انك تحطه في ضربه جزاء وتطلع بتقول اصل انا بدعمه. بتدعمه في ايه بقى؟ انا حاسس بقى ان دي آفة غريبه جدا بتحصل دايما، ان انا ما عنديش مشكله، وبعدين اتخلقت لي مشكله من العدم في ماتش مش المفروض يبقى فيه اي مشكله، قمت انا واخد كمدرب المشكله دي وقمت مسنطرها ومكبرها بضربه الجزاء، قامت يشاء السميع العليم انها تضيع علشان تبقى فعلا بقى ليله موضوع ما كانش ليها معنى من الاول. هي دعم بس اللاعب ممكن يبقى ليه اوجه اخرى، مش بس ان انا اديله، هقول لك مش ضربه جزاء حساسه مثلا، او في موقف صعب، او هو مثلا رقم واحد في التسديد ضربات الترجيح. هي مش رقم واحد، ده في عبد الله السعيد موجود. الله ينور عليك. وهي مباراه ملهاش لازمه انك انت تدخل في عناد، هي بس الفكره العناد مع الجمهور، لان دايما عندي كده فكره مع الجمهور، رغم ان انا اختلف معاك يا احمد حته، انك انت الجمهور في الاخر ليه راي، احنا ما نقدرش نتحكم في مشاعر الجمهور، فالجمهور ابدى غضبه مهما كان السبب، فانت خلاص انت دخلت بقى مشكله اكبر مع الجمهور، هو الداعم الاول ليك بدون اي سبب. هي دي بس الفكره الوحيده، انك انت عملت فعلا خلقت مشكله اخرى ثانيه، مش بس غضب جمهور، ده اللي انا بقوله. لا عملت كمان مشكله ازيد، ما ده انك انت عانيت مع الجمهور. يعني في الاول في الاخر لا كان ليها لازمه، ولا التصرف خلى المساله تنتهي، ده المساله عليت يعني. طيب تعالوا بقى نخش في الموضوع الرئيسي بتاعنا، وهو المتعلق بمنتخباتنا اللي تحت. بنتكلم على منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب، ثم من بعدها طبعا عندنا المنتخب الاول والامور اللي ماشيه كويس بالنسبه للمنتخب الاول. الحاجه الوحيده هي اللي ماشيه كويس هو المنتخب الاول لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. طيب كابتن محسن، انا خليني اسالك سؤال واضح ومباشر، هل تجربه المغرب هي تجربه صعبه قوي الى هذا الحد؟ يعني احنا مثلا كنا دايما بنروح للتجارب الاوروبيه البعيده فنقوم نشاور من هناك، شايف الناس اللي هناك، فهو ما بقاش بعيد خالص، هو بقى جنبك، جارك المغرب، بلد عربي بيعمل انجاز كبير جدا جدا على جميع الاصعده، اخذ بالاسباب، اتحرك من بدري، من مشروع اسس له في 2007 ابتداه في 2010، النهارده بيحصد ثماره من 22 حتى وقتنا الراهن. هل صعب ولا لا؟ وانا هنا بكلم حضرتك بصفتك المدير الفني المخضرم عبر تاريخنا، وبصفه حضرتك عضو اللجنه الفنيه في الاتحاد. هو مش صعب، لكن ظروف المغرب ساعدته على انه يحقق ده. بمعنى انه لو بصيت للقائمه بتاعه الفريق اللي هو فاز بكاس العالم، هتجد ان معظم لاعبين جايين من اوروبا، لعيبه محترفه في اوروبا. ده اول فرق واكبر فرق. 6 لعيبه من الاساسيين بتوعهم طالعين من اكاديميه محمد السادس، والباقي كام؟ ماشي، بس في يعني في الاساس بتاعهم هو ماشي في اتجاهين، في اتجاه ان هو عمل اساس كويس
مظبوط. لكن هو ايه اللي ساعده انه يعمل الاساس ده؟ الطبيعه بتاعت البلد نفسها ان بتخرج الناس من بدري صغيرين في السن، وعنده لعيبه بره. قبل كل ده دعم الدوله طبعا. يعني الدوله ادت له ميزانيه يعني غير مسبوقه ان هو يبدا يعمل مشروع. طبعا. ملاعب في كل المدن اللي موجوده في المغرب، في ملاعب على اعلى مستوى، في اجهزه فنيه واجهزه اداريه واجهزه طبيه بتشتغل بشكل احترافي، في متابعه للمحترفين في الخارج، وبالتالي عمل التوليفه دي. ده انتج وده عنده استعداد يعمل الاضافه. طبيعه المغرب الجغرافيه وقربها من اوروبا ساعدت على انه عندها لاعبين كتير محترفين في الخارج لانهم مقيمين اصلا في الخارج، وبالتالي ليس على اتحاد الكره المغربي سوى انه يبحث وينقب ويختار ويعد. وبالتالي ده الفرق. انت لما تيجي تعمل المقارنه دي بين المغرب وبين مصر، احنا عندنا كام لعيب محترف في الخارج؟ مفيش. كام لعيب من حتى اللعيبه المزدوج الجنسيه ما بنعرفش نجيبهم. كام لعيب من فرق الناشئين او تحت السن بيلعب في الفريق الاول؟ الناس دي في سوريا عندهم، سوريا صح؟ كان منتخب سوريا والكونغو الاثنين عملنا المشروع كان عندهم مشروع هو وكوبر، انا فاكره كويس جدا جدا، كنا بنتكلم فيه وانت في الكونغو. جابوا كل اللعيبه مزدوج الجنسيه وضموهم. ضمتوا لكم كام لعيب؟ حوالي 7 لاعبين هم القوام الاساسي النهارده لمنتخب الكونغو. اللي محسن احنا ما بنعرفش نجيب المزدوج الجنسيه بتوعنا اصلا. طيب احنا ليه ما نعملش دي مش انا جبت لعيب هيثم على هيثم حسن على التليفون. الراجل قال لي لسه بنتفاوض عشان كانوا عايزين يلعب في المنتخب الثاني. ايوه. هو انت المفروض لما بتيجي تجيب لعيب في السن في حاله النجوميه بيلعب في الليجا، فانا هنا ما بكلموش ابدا على المنتخب الثاني. واصلا ما بكلموش لما بيوصل للمرحله دي، بكلمه من تحت خالص. مظبوط. انا بس حبيت اضرب مثال بايه؟ اذا كان المغرب مثلا عندهم مثلا 100 لعيب، 20 لعيب، 50 لعيب بيجيبوهم من بره، هم عندهم مزدوج الجنسيه. لو احنا عندنا 4 فرد احنا مش عارفين نجيبهم. طب ليه؟ هنا ده السؤال. ليه ما يبقاش في عينين بتبحث وتنقب وتختار؟ هل العمليه بقت صعبه للدرجه دي؟ الاول كنا بنقول سفر وتذاكر واقامه وتكلفه، دلوقتي وانت قاعد بتقدر انك انت تشتغل على الكمبيوتر وتطلع كل المعلومات اللي انت عايزها وتعمل الخريطه بتاعك. في واحد في بلجيكا، في واحد في الدنمارك، في واحد في فرنسا، نعمل اتصالات، نبدا نعمل تحريات عنه، ومتخصص يسافر يراقب اللاعب وهو بيلعب عشان ما نجيبش ونعمل اختبار هنا، لا نروح نشوفه هناك. احنا بنقول العمليه مكلفه. طيب هل احنا عندنا في اتحاد الكوره دلوقتي، سؤال قبل ما نروح للكابتن ربيع، هل عندنا في اتحاد الكوره دلوقتي خطه شبه الخطط اللي الناس بتعملها علشان ينطلقوا بيها الى الامام؟ للاسف اللجنه الفنيه عندما تولت المسؤوليه بدات تحط نقاط للنقاش والحصول على موافقات للبدء في هذا الموضوع. لانه ما لقيناش فيه حاجه موجوده. مفيش حاجه خالص. مفيش حاجه موجوده، مفيش اساس انك انت بتشتغل عليه، مفيش خرائط، مفيش معلومات. يعني للاسف انا مش عارف يعني الادارات السابقه كانت بتشتغل على ايه بالظبط؟ هل بتشتغل على الدوري بس؟ يعني هو مشكله اتحاد الكره السابق او الاتحادات تشتغل على الدوري بس، ومشاكل الدوري هم لا يملكوا حاجه في الدوري اصلا. المفروض الدوري الرابطه اصلا ده هو معهوش غير لجنه الحكام. طب اسالك سؤال قبل ما المنتخبات طبعا. الحكام والمنتخبات. اسال حاجه، ده هو شغل الاصيل منتخبات. هسال حضرتك سؤال مهم. قيل انه اللجنه الفنيه هي صاحبه قرار اقاله ميكالي، اللي هي تقول له شكرا وانهاء عقده، هل الكلام ده صحيح؟ ما حصلش الكلام ده بالشكل ده. لانه كان العرض مرتبط بالقيمه الماليه اللي هياخدها خلال شهر او شهر ونص بتاعت البطوله القادمه. وبالتالي يعني هتعمل عقد لمده سنه عشان مدرب يقعد شهر وبعد كده ما عندوش شغل. يعني عمليه كانت صعبه جدا، عمليه مكلفه. وبالتالي رؤيه تصعيد اللي موجود اللي هو اسامه نبيه، كابتن اسامه يطلع يستلم المنتخب ده ويشتغل معاه. وهو برضه على فكره يعني هو الرجل معذور لان الوقت كان ضيق جدا بالنسبه له عشان يعمل اعداد ومباريات وديه وما الى ذلك، رغم اعترافنا ان في سلبيات موجوده عنده. وبالتالي فما قدرش ان هو يوصل. لا انا ضد ان الحكايه كلها تختزل في اسامه نبيه. انا ضد طول الوقت يعني. انا بشوف ده ظلم باين للراجل. هو مسؤول بس هو مش كل حاجه. بالنسبه كام؟ مش كل حاجه. بس مش كل حاجه. هو مش كل حاجه، لكن بالظبط كده مسؤول من المسؤوليه. في حاجه يا ابراهيم، يعني احنا اقصينا ليه؟ بانذار؟ انذارات. بانذار؟ هل ده سبب يخلينا نطلع بره التصفيات؟ يعني ما فيش واحد مدرك لاهميه الضبط والربط عشان ما ناخدش انذار، وانذار اداري مش انذار كمان مش لاعب، انذار اداري. يعني في انفلات خارج الدكه موجود
ادى الى الحصول على طب انت قبل ما تروح ما اديتش تعليمات، خلي بالكم يا جماعه، ما حدش يقوم، ما حدش يتكلم، ما حدش ياخد انذار، لانه في الاخر هتتحاسب علينا، نقوم في الاخر نطلع بانذار اداري. ما هو كان مين المفروض اللي يقول معلش الكلام ده؟ عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه. مين اللي كان عايز بس حاجه بيقول لك مين كان المفروض يقول؟ المدير الاداري صح؟ المدير الاداري. المدير الاداري والمدير الفني ورئيس الاتحاد وكل المسؤولين يقولوا. يعني لما نيجي نتكلم في نقطه زي دي يبقى لابد ان احنا نعمل توعيه، لابد ان احنا نبص اللي بيحصل في الدوري ايه يا كابتن ابراهيم. الحكم بيصفر بتلاقي المدرب قام والمساعد قام والاحتياطي قام واللعيبه اللي جوه بتعترض وبتشوح وبتشتم ايه الانفلات ده؟ فين الضبط والربط عشان نقدر ان احنا ما ناخدش انذار زي ده يطلعنا بره التصفيات. كابتن ربيع خليني اسال حضرتك رايك ايه؟ لا هو انا من وجهه نظري ان المنتخبات لازم الشغل معاها يبقى صح، بدايه من اختياري للجهاز الفني والاداري لحد البرنامج بتاع المدير الفني وتفكير الاداره في ازاي ان انا ابني اجيال تبقى تعمل فائده للفريق الاول. ده الصح. اخش بورق، انا اعشق الورق ان انا اقدم برنامجي 18 شهر او ل 20 شهر ولا 24 شهر بقدمه في برنامج انا هعمل ايه، كل كبيره وصغيره. بناء المنتخبات يا كابتن القويه الدوليه وصناعه النجم مش بسهوله خالص. فمن هنا انا احب الامور تبقى واضحه. اختيار انا هعمل 1 2 3 4. في شغل كتير جدا. المغرب اشتغلت كتير عشان تصنع فريق ياخد كاس عالم، مش نقطه ولا اتنين، ده نقاط كتير جدا. وانا احب ايد دايما يا ابراهيم عشان تبقى كل الامور واضحه، وده صح. اللي بيدخل ببرنامج، البرنامج ده فيه كل حاجه، في التكامل، تكامل اداري وفني ونفسي وذهني وتكامل ما بين الجميع، اتحاد الكوره، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اولياء الامور، الدراسه، الفنيات، كله ده تكامل عشان تصنع فريق عقليته تقدر تتعامل معاه مع الفرق، مع الاعداد والمدارس المختلفه. احنا النهارده بندور على نقابل البرازيل، ما انا لازم اقابل قبل البرازيل، اقابل فرق زي البرازيل، اقابل اسبانيا. الاعداد ده مهم جدا يا ابراهيم، مهم جدا جدا في صناعه من وجهه نظر حضرتك ايه الخطا اللي وقع فيه اتحاد الكوره وايه الخطا اللي احنا وقعنا فيه وبناء عليه احنا، هل هي ليها علاقه باختيارات الجهاز الفني؟ يعني اللعيبه اللي موجوده ما كانش اختيار احسن حاجه؟ هل هي علاقه بقصر مده الاعداد والتجهيز؟ فالراجل اخذ 7 شهور كابتن اسامه نبيه بس فقط لا غير. يعني عايز احط ايدي على الموضوع. قصر المده طبعا واحد. لا اللعيبه كويسه، احنا 118 مليون، ما ينفعش ما نعملش منتخبات، نعمل منتخبات ونص. بس الوقت في صناعه المنتخب وتحقيق نتائج في حاجتين. الوقت المدرب لازم يملكه ويحط برنامجه ويبقى قوي جدا في تنفيذ البرنامج. والحته الثانيه المستويات، الاعداد لما اروح كاس العالم، الاعداد لما اروح كاس الامم، ده المهم جدا. احنا بالورقه والقلم لو جبنا قلنا اسامه نبيه راح كاس العالم لعب كام ماتش ودي ومع مين والليفل بتاعه كان اعلى حاجه؟ لا مفيش. يبقى انا هو ده الكلام الصح. لا اللاعب المصري اشتغل معاه من الصغر، اشتغل على العقليه بتاعته. اللاعب المصري لعيب كبير وموهوب، واحنا عندنا امثله كتير جدا، احنا حققنا احسن نتائج. ضحيتك. فاللي اقصده اللاعب المصري النهارده حسام حسن لما احتاج لعيبه لا 9 من الصغيرين من المنتخبات اللي موجوده تحت. ضحيتك ولقاهم ولاعيبه كويسه ومبشره. فاللي اقصده يا كابتن العقليه، وفي نفس الوقت انا اميل للمدرب الوطني النجم الكبير اللي يقدر يسيطر على الامور ويقدر يجهز فريقه على احسن ما يكون، وفي نفس الوقت يقعد مع الاداره ويوضح البرنامج بتاعه والشغل بتاعي ولازم يتنفذ. مفيش حاجه اسمها طب ناجل اسبوع، لا اسبوع اسبوعين 3 الوقت بيجري. صحيح. اجهز الوقت مهم جدا لصناعه النجم. طيب كابتن فايز عايز اسمعك. طيب بيلسا بيقول ايه بالنسبه لموضوع كره القدم عامه في اي دوله؟ يقول لك اتحاد كره القدم او اي اتحاد اي لعبه هو الوجه لكره القدم والمنتخبات هي الواجهه. انما جسم كره القدم بيتكون من ايه؟ قطاعات الناشئين، الانديه، والبنيه التحتيه، والمدرب هو العمود الفقري لكل التفاصيل دي. ماشي. بمعنى كابتن اسامه نبيه او كابتن ربيع ياسين او كابتن وائل رياض شيتوس، كابتن احمد الكاس، مهما طولت فتره تواجدهم مع المنتخب بتكون قد ايه؟ 10 ايام؟ مش اسبوعين؟ مش هقعد اكتر من كده. مش هقعد اكتر من كده. فبالتالي تاسيس اللاعب وتكوينه من الصغر بيكون فين؟ في الفرق بتاعته في الانديه. في النادي. طب نبص كده لقطاعات الناشئين الانديه، نبص للدوريات 2005 و2007 و2008 و2009. طب نبص للملاعب. انت يا ابراهيم لو رحت احد مباريات الكبرى في قطاعات الناشئين انت هتزعل. هتزعل على حاله الملعب، هتزعل على الجانب التكتيكي في المباريات، هتزعل على الجانب البدني. فكل التفاصيل الصغيره دي لو حطيتها جنب بعضها
هتديك في الاخر الصوره الاكبر اللي احنا دايما بنبص ليه. احنا بنبص دايما منتخب المغرب وصل، فاحنا نبص عندنا احنا كنا بنعمل ايه. انا عشت السيناريو ده، هو الفيلم كابتن ده. محسن صالح قال لك مبروك. انا رحت ما لقيتش في حاجه، بالظبط. مفيش حاجه، مفيش بنانا. هي دي حقيقه. مفيش خطه محطوطه في الدرج حتى. مفيش تواصل يا كابتن ابراهيم، مفيش اي تواصل. إدارات لا لا مفيش. تواصل. عارف فيلم الف المصلحة. مبروك يا ابراهيم؟ آه. احنا عايشين الفيلم ده. احنا يا جماعه كل خساره منتخب في اي بطوله ناشئين او بطوله افريقيا او عدم وصول كاس عالم تبدا تتكلم ايه؟ عن التطوير، عن المفروض احنا البلان اللي هنحطها عشان. فاحنا مع كل فشل او كل نجاح مع احدى الفرق الشقيقه نبدا نتكلم عن ايه؟ عن التطوير. فالموضوع لو هنختزله فقط في فكره مدرب او لاعبين او لا هو بيبقى مشروع دوله. المنتخبات دايما انا بتكلم عليها بيبقى مشروع دوله. لو انت عايز تشتغل على مستوى علمي، على مستوى سيستم بيتحط بيتنفذ. صحيح. مجلس الاداره اتغير، المنتخبات اتغيرت، انت السيستم شغال. يعني هنتكلم كتير عن بقيه التفاصيل، المدرب، اللاعب، بقيه التفاصيل كلها. عز اتفضل. يعني والله كلام الكباتن كله يعني سهل في ان هو يتبروز. انا وانت مثلا عملنا التجربه البلجيكيه، ايوه التجربه الالمانيه، ايوه التجربه الغانيه يعني السنغاليه حتى عليكم السنغال السنغاليه والله عندنا والله اشتغلناها برضه لحد ما وصلنا للتجربه المغربيه. صحيح. وكل مره كلام ابن عم حديد. صحيح. فدي نقطه. في مسؤولين في الاتحاد، كانوا في الاتحاد السابق كانوا بيتفاخروا ان هم ما عندهمش واتساب في زمن الاي اي. ده مش تفاخر، دي حاله، ده كيس كده، كيس ستادي يعني. فدي حاجه بتخليك تبص تزعل لما تيجي بقى تبص وتقول مثلا تسال شات جي بي تي. يعني بمنتهى البساطه اهو، اسال شات جي بي تي قول له هو انتوا بتطلعوا الناشئين في المغرب ازاي؟ هم بيطلعوا الناشئين في المانيا ازاي؟ هيطلع لك كميه مصادر معلومات. الناس كلها مطلعه كل حاجه بره. يعني الشهادات بتاعت بتاعت المدربين في القطاعات وفي الاكاديميات، وطريقه تكوين الاكاديميات، وطريقه تكوين المسابقات، وطريقه اختيار اللاعبين، كل شيء متاح على الانترنت لدرجه مرعبه تخليك قاعد مفيش سر يعني. مفيش سر، مفيش سر خالطه. مفيش سر. ومثلا المغرب، لان انا خدت النقاش ده قبل كده كتير، ليه علاقه بان في عدد كبير جدا من المغاربه عايشين بره المغرب. ما تونس كده، ما الجزائر كده، ما المغرب طول عمرها كده، اشمعنى دلوقتي؟ يعني ليه دلوقتي المغرب كسبت القاب؟ عشان راحوا لاتجاهات تانية. يعني ما هم كانوا طول عمرهم مكمله، طول عمرهم موجودين اللعيبه المغاربه، بس عمرنا ما كنا بنعرف ان هم مغاربه، لان المنتخبات التانية بتاخدهم وتاهلهم وتجنسهم وكل سنه وانت طيب. انما ان اشرف حكيمي يبقى معروف هو فين وهو في اكاديميه ريال مدريد، فانا ابقى بتفق معاه وبرتب معاه وهو في اكاديميه ريال مدريد. نصير مزراوي هو في اكاديميه اياكس، انا برتب معاه. عندي من الدوري طالع لي ياسين بونو مش طالع من بره، طالع من الدوري المغربي. في 6 لعيبه زي ما انت قلت، غير اللي كانوا اصلا في كاس العالم، في 7 لعيبه من كاس العالم طالعين من الاكاديميه. فبالتالي هو في طريقه فكر اشتغلت. الكوره انا بقى هكمل على كلام كابتن محمود، لان انا بالنسبه لي كان فعلا الموضوع مش جاي عند المنتخبات هي الحاجه اللي بتستفيد الأخير من النظام اللي موجود. النظام بتاعنا احنا ممكن عشان نحدده في 3 حاجات بسيطه: في الانتقاء، ازاي تنتقي اللاعب، في تطوير اللاعب، في ان انت تعمل له طريق. دول 3 نقط رئيسيه. لو فتحت الاتحاد الالماني هتلاقيه حاططهم لك، لو فتحت الاتحاد الانجليزي هتلاقيه حاططهم لك، لو فتحت السكه بتاعت نادي اياكس، الويب سايت بتاع نادي اياكس، هتلاقيه حاططهم لك. ال3 دول موجودين في البرزنتيشن بالشكل ده. نتكلم بقى عن كل واحده فيهم، احنا فين والناس بره فين، بس لما يبتدي الكلام ياخد اتجاهاته. اصل كل عنصر يا ابراهيم تسكت دلوقتي وانا الاكل في بقي يا ابراهيم يعني ده كل عنصر لوحده ليه تفاصيل. اكمل الجملتين على ما استقلت لغايه ما يهضم. يطلع